حسن. أنا طارق، شوف أنا كنت يعني بعطي رأي مستقل بعيد عن كلام حسن عبد القادر. أول شيء شوف، وأتمنى إنك ما تقاطعني لأن ما قاطعتك أبدا. أنت تقول الرئاسة نايمة صح ولا لا؟ خرج الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام وذكر مرتين أبوابي مفتوحة، يا اللاعب اللي اتهم بالرشوة يجي عندي في المكتب ويعطيني القضية، وهذا الإجراء القانوني السليم. طيب أوكي أنت تقول كذا بس خلي يكمل، أنا من اليوم أقول كذا رجل. زين. الأمر الثاني، أنت تتكلم على أنه الألفاظ التي يعني صدرت من الرئيس نادي الشباب. أول شيء الرجل وأنت عارف الرجل شتم بشرفه وعرضه، ولا في أغلى من هالشيء هذه، وأنت شايف اللي صاير والتعاطي الإعلامي والتويتر اللي أنت شايفه يعني، وأنا متابعك لأنك أنت نزلت التويتر وتكلمت فيه، فأنا بتكلم فيه بعد شوية. زين. تتكلم إنه على النشء وإنه شخص قدوة، صح ولا لا؟ طيب جميل. أنت كمدرس ومربي أجيال كتبت تغريدة أيها الراشي، كلام بعده، من تقصد بأيها الراشي؟ أنت الآن قاعد يعني تزرع في نشء وطلابك إن عملية القذف عملية سهلة جدا. فهمت علي؟ أنا لما معليش يعني أنا ما راح أقول يعني أكلم المجلس من كلمة كلاب ما كلاب، لكن أنا عندي كلمة يعني أقول واحد كلب أو كلاب مسعورة والله أهون ألف مرة من أقول يا فلان يا راشي. فأنا أتمنى إنك تقول من تقصد وتوضح لنا من تقصد يا أيها الراشي. وقفت حسن عبد القادر. نعم نعم موجودة. فأنا أتمنى هذا الشيء ما دامك تتكلم عن التربية وتتكلم عن النشء والقدوة، فأنا أقدر أقول لك إياه يا أبو محمد. والله أنا أتكلم يعني بشخصي أنا كطارق النوفل، بغض النظر عن قضية ما همتني والله كلها يعني بتفاصيل ما همتني، والله أتمنى أنه يتم البت فيها. ولكن أين أنت يا اللاعب؟ أين أنت يا رئيس النادي؟ اللاعب اللي سمعت أنه قاعد يدور أحد يكتب. زين. كتب الآن ونزلت، خلي يكون شجاع يروح، راعي الحق ما يضيع، راعي الحق ما اسمعني، راعي الحق ما يضيع. مو لازم انا اروح باب مفتوحه، هذه مي قضيه جنائيه في محكمه اروح اشتكي يا اخوي. الفيفا جنائيه ونص يا عمي، الاتحاد السعودي مو اهم من الفيفا. جنائيه ونص. لا هذه قضايا ما لها توضيح موقفه. يتحدث انه الرئاسه يفترض ان تباشر القضيه. تعال، مو يقال في الوسط الرياضي ما يقال ان اللاعب المعني هو مين؟ شو اسم اللاعب؟ مجرشي، بس ما ادري اسمه الاول. شو اسمه؟ اللاعب المعني ذياب مجرشي اللي كان يلعب في الحزم قبل سنتين. عموما تعال يا ذياب مجرشي، تعال يا استاذ خالد البلطان، واترك عنك الان الجريده موضوع اخر، مش قضيتها رعايه الشباب، مش معنيه فيها. ما راح اتكلم عن تعال نتناقش في هذا الموضوع. طيب هذه نقطه. النقطه الثانيه، هل الاعلاميين ذكروا في تغريداتهم او في مقالاتهم اسم خالد البلطان؟ لا شوف، الواحد لما يكون إعلامي وشخصية اعتبارية مهنية اجتماعية حيكون ذكي جدا. زين. ولكن هناك بعض الإسقاطات لو دخل على أصغر محقق زين اعترف غصبا عنه، لأنه واضحة جدا من يقصد. أنا ما راح أتكلم على أنه ايش واضحة. لما أقول حسن عبد القادر قال أيها الراشي، يعني وين واضحة؟ شوف خلي بقول لك كيف عرفت أنه يقصد. أيها لحظة خلي أقول لك. شوف وأنت تكرم، بس بقول كمثال. المقدم اللي ما يفهم، اللي يقعد في خيمة، اللي من يقصد. طيب يقصد محمد الشيخ. انتهينا. طيب. شنو الإيحاءات؟ في إيحاءات في إيحاءات. لا ما راح أقول مثل ايش؟ ما راح أقول مثل. ما راح أقول مثل. في واحد يدخل ويتكلم وكان يصرخ حرقة من الداخل بالكلام، وش يعني وش أقول لك يعني يعني بالنقد أو بجرح شرفه وكرامته، يتكلم بحرقة ويتحدث ويصف من كان يقود هذه الحملة. زين. من الواضح ان الاستاذ خالد البلطان يتألم كان، وهذا يتألم ومنزعج. ما يقدر الشرف هو هذا، ويقدر شرفه ويقدر كرامته. ولكن السؤال اللي يطرح الآن، أنا أسأل ما يسأل. قالوا لماذا لم يخرج مثلا الأمير عبد الرحمن بن مساعد ليرد على هذه الأمور؟ لماذا؟ طيب فيصل بن تركي، عبد العزيز الدوسري، علي داود. جميل. طيب عطني من الإيحاءات اللي كانت يعني تلمح على أنه خالد البلطان. طيب أنا برد عليك بجواب، مش على اللي الناس تتساءل. لك أنت تسألني فأنا أرد عليك الآن. أنت ما مر عليك الاسم هذا في تويتر؟ خالد البلطان؟ إيه حقيقة ما مر. من إعلاميين. أنا مر علي يرسلوا لك. لا مو إعلاميين.
من الشعب التويتري اللي بالملايين ما اللي أعرف الان. الشعب التويتري، لحظة، الشعب لحظة، التويتري لحظة. بيشتم. لا، لا، لا. في أحد فينا من شتم من تويتر؟ لحظة يا حسن، الناس حسن انشتمت انت من الان تويتر. ما بعد وصلت مرحله انك تقول لي الان او تصل تبين من تقصد ايها الراشي. فانا قاعد اتكلم مع ابو عبد الله. ما حد ذكر اسمه عموما يا طارق، لا، ما حد ذكر اللي اسمه. سال السؤال اللي هو الاستاذ وليد الفراج في برنامجه. زين، هذا هو اللي سال السؤال، ولم يتحدث ويبادر ابو الوليد في انه يعني بدا بالهجوم. لا، سال السؤال وانا شفته وكلنا شايفين. تكلم عن اعلاميين على انهم كلاب مسعوره. انا ما سمعت اعلامي واحد قال خالد البلطان. لا، احنا خلينا نتكلم على انه فيه من الدهاء من بعضهم عشان يبتعدون عن المساءلة القانونية، عن المساءلة القانونية، انه يلمح مثل ما لمحت قضية الخيمة ومقدم الخيمة. فهمت علي؟ صحيح. بس انا قلت لك، انا قلت له عطني ما ايحاء حد واحد. يقدر. اتحدى ايحاء واحد. انا اتحدى. هل قالوا مثلا انا رئيس اتحدى هم نادي في الوسطى حقق بطولة الدوري العام الماضي؟ 7-8 معرفين انفسهم، ولكن انا اتحدى واحد منهم يكون بقدر من الشجاعة يقول فلان، لانهم احنا عارفينهم بايحاءاتهم بتمريراتهم. هو ليه ما قال فلان الاستاذ خالد؟ ها؟ ليه ما قال هو شجاعه وقال فلان؟ من هو؟ هو رئيس النادي. وانت ليش ما كنت شجاع يا حسن عبد القادر؟ دقيقه يا طارق، وليش انت ما كنت شجاع يا حسن عبد القادر ولما تقول ايها الراشي ليش ما قلت ايضا باسمه؟ ما بقول اسمه، ما في تحقيق، اديني تحقيق. وليش تبغى الرجل يقول اسماء؟ أيوة، في راشي في الموضوع. هي لعبه اعلاميه بينك وبينه. الموضوع انا كتبته اكثر من مره. في لاعب